طيب، انا عملت تحنيط جذور. الدكتور وضع ماده للتحنيط الجذور وعمل حشوه عاديه. بعد 5 سنين عملت حشو عصب من دكتور تاني في قنوات اصبحت ضيقه ما بتتنضف. عمل حشو عصب جزئي، لكن للاسف كسر جزء من الابره في العصب وما فيه الم. طيب، اولا الف سلامه على حضرتك. ثانيا، انا قلت قبل كده ان في حاجه اسمها حشو عصب جزئي. ده صحيح، ده موجود فعلا، بس برضو قلنا ان ده بيستخدم في نطاق ضيق جدا في حالات معينة قوي وبشروط معينة. بنستخدم فيها مادة زي الام تي اي او مادة زي البايوسيراميك باتي، وده ما يعتبرش تحنيط، ده حشو عصب جزئي لان بقية العصب حي وكويس ومفيش فيه مشاكل باذن الله، وبنستخدم المواد دي معاه. تحنيط بقى بمادة غالبا بيبقى اسمها بالبوتيك، ده أسوأ إجراء ممكن يتعمل عموما في حشو العصب. إجراء سيء جدا، المادة دي سيئة جدا. لما بتتحط بتخلي القنوات تحصل لها زي تكلس كده وتضيق قوي، وبيبقى إعادة المعالجة بتاعتها صعبة جدا جدا جدا، وبيحصل كتير قوي ان بيكسر فيها ابر او فايلات، وبيحصل معاها مشاكل كتير وبيحصل معاها خراج فاجراء التحنيط ده من اسوأ الاجراءات اللي ممكن تحصل للاسف. فلو في فعلا تحنيط لازم نروح لدكتور متخصص في علاج الجذور ومعاه ميكروسكوب ومعاه الادوات اللازمه، ويا ينفع يا ما ينفعش للاسف. فالف سلامه على حضرتك وربنا كريم باذن الله. انا دكتور محمد نجيب زياده، وده مركز ماسك طب الاسنان. لو عندك اسئله سيبها لي في الكومنتس ونجاوب عليها باذن الله.